حبايبي حبيباتي، كيف صبحتوا؟ مزيانين بخير. اليوم غنعمل لكم أكلة مصرية، أكلة اللي هي اسمها القلقاز، كيسميوها القلقاز. هذا هو القلقاز، هذا هو الشكل ديالو، هذا هو الشكل القلقاز. بحال شي بطاطا كبيرة، بحال شي، المهم متقدرش تعرف شنو هو اصلا. المهم انا غنولي مع بعضنا ونعرفوا كيفاش كيتعمل وطريقه الطياب ديالو. هذا الشكل ديالو بعد ما قشرته، هذا كيبقى غير مقطع مكعبات. اذا انا بعد ما كملت تقطيع القلقاز ديالي، انا بالنسبه لهاد الكميه كبيره بزاف عليا، النص غادي نعدلو والنص غادي نحطو في الفريكو. المره اللي جايه ان شاء الله يكون عندي ساهل نطيبوه يعني مباشره. عندي هنايا شوربه اللحمه، هي ضروري في هذا القلقاس، ضروري لازم من شوربه اللحمه. اذا انا عندي هنايا شوربه لحمه. قلت لكم ما نعملش كميه كبيره لان الكميه كامله كبيره بزاف. النص غادي نعملو والنص غادي نعملو في الفريكو. بسم الله. المهم هو كيصير بحال البطاطا، يعني نفس الطياب د البطاطا. وغادي نخليوها هي غلي ونشوفوا الطريقه اللي موراها. هي القزبر ومع السلك، حنا كنسميوها السلك، السلق، يعني القزبر مع السلق. انا كنت ديجا عاملاهم في الفريكو، فخصني نعصرهم من ديك الماء ديالهم. فانا دابا غنشبرو، يعني نعصرو من ديك الماء، لان الماء غنحتاجو وهو غنحتاجو بوحديتو. انت ما عرفتش هيدا بالطريقه هذه. نعصرو مزيان مجمدة عايدي ويدي تجمدو. المهم انا يدي مجمدين، نخليها تبرد شويه، نخليها تسخن ماشي تبرد ونكمل عليها. بعد ما كملتو غنوا هاي الماء ديالو. الماء طبعا الماء السلك على ما اظن، لان السلك طبعا غني بالحديد هو اللي كيعطي هذا اللون هذا. المهم علاش عصرناه؟ لان هذا غادي نحمروه مع شويه ديال الثوم، وما خصوش يكون بالماء. اذا كان بالماء ما غيتحمرناش. اذا انا غنشبر واحد المقله ديالي، نعمل فيها شويه السمنه، زيت، زبده، الموجود اللي المتوفر عندكم صافي. وغنعمل فيها الثوم، لحظه الزبده ديالي غنطيح عليها الثوم وغنطيح هذاك القزبر اللي عندنا، وغادي نحركو طبعا ما تحرقناش. اذا غنحركو ديك الثومه مع القزبر مع الزيت، غادي نحمروهم مع بعضهم على نار هاديه، يعني ياخذوا واحد التحميره خفيفه كما ما كتطلعش. يتحمروا مع بعضهم، ما نعطيهمش فرصه يتحركوا، غير يتحمروا. ونبقى نخمر فيهم الى حتى نحس بلي هما تحمروا، ومن بعد نكمل لكم الخطوه اللي موراها. هو تحمر لي، يعني داكشي كنصفيوه من الماء باش كيعطينا الفرصه اننا نحمرو، القزبر والسلطه مع الثوم. القلقاس ديالي ها هو كيغلي، ما عرفتش واش طاب ولا لا. ثم ندلمس ونشوفوا واش طاب.
واحدة اخرى. طب اذا هاد التقليه اللي عملناها هنايا غادي نكبوها على هيدا، هي نصبروها ونكبوها هنايا. نحركو عندي هنايا انا موجده واحد باستيا كنور. انا الشوربه ديالي ذقتها جبرتها ما فيهاش الملح، يعني الملح ديالها بسيط، على داكشي انا عملت ضمه كنور كامله كبيره. وعندي هنايا القزبر ناشف، معلقه لا باس بها من القزبر الناشف. نحركو وصافي، ونخلي واحد هذيك العناصر كامله تتجانس مع بعض يدخلوا في بعضياتهم وساعه نطفيو عليه، وكيكون القلعاس ديالنا جاهز للاكل. والقاكم ان شاء الله في طبق التقديم. اخر ما قلت لكم شيء، طبعا ديك الماء اللي كنا عصرناه طبعا ما غنرميوهاش، هذا كله حديد وفيتامينات. اذا غادي نعملو هنايا صافي. القطيوط ديالنا والقطيوطه ديالنا مزيان، وهذا قطيوط مزيون. فين ماشيين؟ لوسي طلعي، لوسي طلعي، لوسي طلعي طلعي يا اختي على الجمال. والقلعاس ديالنا واجد كيكون بهذا اللون هذا الشوربه بكلشي. كاين الناس اللي كيعملوها بلا هاد الخضره، يعني كتكون غير المرق خضر. انا كيعجبني نحتفظ بالقزبر والسل، وطبعا كنحتفظ بالقيمه الغذائيه ديالو. طبعا انا ما كنعجبنيش اللحم عملت جداد دجاج ومع شويه الممبار هيدا، وبالصحه والعافيه. وكنتمنى نكون خفيفه عليكم، وما تنساونيش كالعاده في اللايك والشير والسبسكرايب. و نقول لكم غير نقول لكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو ثاني ان شاء الله وصفه جديده. وباي باي.